اهمال. ده ممكن نظره، طبعا النظره ممكن تبقى مهينه وفيها بالظبط. عنف. يعني ممكن انا بكلم حد التقليل يقوم باصص والتنمر لي على الزوجه. يقوم انت تخنتي كده ليه؟ انت مش شايفه نفسك، ما تبصي لنفسك في المرايه، انا هتجوز عليكي. يعني التهديد التهديد طول الوقت والتهديد بالظبط. صيغه فعلاً. التهديد. هو فعلاً. علشان كده ما ينفع، هي المسألة مش مسألة قوانين. يعني انا يعني لو حد ضرب هكلم الرقم وهقول عنف. هستنجد طيب بيه. لو حد قال لي زي مثلا ما بتقولي انه انت تخنتي قوي، انت انا هتجوز عليك، اقول لهم ايه؟ يبقى اذا المطلوب القوانين طبعا بتسن، والدوله على فكره في تقدم طبعاً دائما في طبعاً القوانين اللي طبعاً تخص المراه طبعاً وبتناقش كمان قوانين اخرى في مجلس الشعب. لكن الثقافه، ثقافه المجتمع اللي لازم تتغير. لازم تعرفي قيمتك، وتعرفي قيمه بنتك، وتعرفي قيمه مرات ابنك، وتعرفي قيمه كل انثى او كل طفله او امك او حماتك. اعرفي حقوقك، ما ترضيش لنفسك بوضع لا يليق بيكي، وكافحي وحاولي والدولة وراكي. ولما ربي البنت انها ترفض، وربي الولد انه يحترم. اعتقد انه ده الدور. الاساس. هو ده الاساس. الولد على ان هو راجل. راجل مش ذكر. ذكر بالظبط. يعني هو ده الاساس، انه الاسره في الاخر هي